أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منو هو منو كلنا بنعشقه كبار وصغيرين، وهو الكشري. أنا عارف إن إحنا كلنا بنعرف نعمل كشري، بس أنا اتعمدت أوري لكم الطريقة اللي أنا بعمله بيها. يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. قبل ما نبدأ نذكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب حبايبي، أول حاجة هنبدأ بيها وهي صلصة الطماطم. اولا انا عارف احنا كلنا بنعرف نعمل كشري، بس انا هوريكم سرين دلوقتي لو اتبعتهم وعملتوهم مع كل اكله كشري هتاكلي احلى طبق كشري في حياتك. اول سر هنعمله مع الطماطم، جبنا حله نزلنا فيها شويه زيت. هتقولوا لي الزيت كتير ليه؟ لان الزيت ده اللي هنستعمله في الاكله كلها، هناخد منه ونعمل الاكله. طيب اول حاجه بصلتين مقطعهم كده ومقطعهم طرنشات، هننزل بيهم في قلب الزيت، وهقول لكم ايه الدرجه اللي انا عايز بيها لون البصل بالظبط. طيب حضراتكم، ده البصل اللي احنا قليناه، انا عايزه يديني اللون ده. هتقولوا ده محروق، انا عايزه محروق. مش هقول لكم ليه دلوقتي، بس احنا بنمشي مع بعض خطوه خطوه، وبنطلعه على ورق مطبخ زي ده وبنفرطه كده وبنسيبه لغايه ما يبرد خالص. طيب جبنا تاني حله تانيه خالص اهي، حطيناها على النار، ومن نفس الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل اهو بناخد شويه اهو. يا ريت تشوفي الطريقه اللي انا بعمل بيها الطماطم ديت، صلصه الطماطم بتاعه الكشري، وتتابعيها صح وتعمليها خطيره وهتدعي لي عليها. بننزل بشويه توم اهو. انا النهارده بستعمل توم صابح، مش توم بودره، عشان الكشري دوت يعني باحترامه بصراحه لازم نديله حقه زياده عن اللازم كمان. بنعمل التوم اهي، بنقليها في الزيت، بننزل معاها بشويه كزبره اهو. احنا كده بنعمل صلصة الطماطم بتاعة الكشري، وبعد كده بنقوم نازلين بشوية خل معاها ونقلبهم. والطماطم بتاعتنا اهي بننزل بيها، وبعد كده بنقوم نازلين بشوية كمون، نتوصى بالكمون شوية، لأن الكمون هو يعتبر يعني من الحاجات الرئيسية في عمايل الكشري. شوية فلفل أسمر أهو، شوية ملح، شوية بابريكا حمراء، ونقوم نازلين بمعلقة سكر عشان الحموضة اللي بتبقى في الطماطم معانا، ونقلب ده كله في بعضه. كده احنا حضرنا صلصة الطماطم بتاعة الكشري، وهنسيبها على نار هادية على البوتاجاز لغاية ما تتسبك خالص. طيب كده احنا حضرنا صلصة الطماطم بتاعة الكشري. نيجي احنا بقى لأهم تركاية. في ناس بتحط الحمص والعدس مع الكشري كده وخلاص، لا، احنا هنعمل صلصة حمص مع العدس، ودي أول مرة تشوفوها وهوريها لكم، ودي تعتبر تاني تركاية اوريها لكم النهارده. بناخد برضو شويه زيت اهو من اللي احنا قلينا فيه البصل، بننزل بيه بصلايه اهي حجم متوسط، وبنقليها في الزيت. طيب اول ما البصلايه كده بتبدا تحمر معايا، بقوم جاي نازل بمرقتين خضار
مش فراخ ولا لحمه يا جماعه، لان ده خضار. لو ما عندناش مرقتين خضار مش متوفرين بنقوم نازلين بملح عادي اهو. بنقوم نازلين بشويه كمون مع شويه فلفل اسمر. انا بحب احمر التوابل مع البصل اهو. ونقلب. احنا بنجهز الاول الصوصات عشان بتاخد وقت، عشان نحطها على نار هاديه وتتسبك مع نفسها وتدي طعم حلو في الاخر اهو. بنحمر المرقه كويس قوي مع البصل. الصوصه دي يا جماعه بتاعه العدس مع الحمص يعني بتودي الكشري في طعم تاني خالص. يا ريت تجربيها وتقولي لي. بصراحه خطيره، يا ريت تجربيها. اهي بعد ما المرقه دابت مع البصل واتحمرت كويس قوي بقوم جاي نازل برضو بمعلقه توم ومحمرها معاهم. هنا انا معايا حوالي علبه حمص، انا مش جايبه فريش صابح على فكره، معلب. وبرضو معايا برضو علبه عدس. بعد ما الكلام ده كله اتحمر بقوم نازل بالحمص وبقوم نازل بالعدس، اعطيهم تقليبه حلوه كده. ما دام نزلنا بالمرقه مش هننزل بملح، خلاص كده اهو. بعدين بقوم جاي نازل بالميه واعطيهم تقليبه حلوه كده اهو. ديت برضو تعتبر صوص زي بتاعه الطماطم اللي احنا حضرناها بالظبط. وبرضو بخليها على نار هاديه لغايه ما تتسبك خالص وتستوي او تدينا الطعم اللي احنا عايزينه. دي كانت الصوصه الثانيه اللي احنا حضرناها بالنسبه للكشري. طيب بعد ما خلصنا الصوص اللي هو العدس مع الحمص، هنعمل النودل بتاعنا اللي هو الرز والسباجيتي مع بعض. انا بعمل كله في حله واحده عشان ما اعملش 100 حله في المطبخ عشان الكشري. بقوم جاي نازل بشويه شعريه اهو. انا بحب اكتر الشعريه شويه في الكشري. بحمرها مع ايه؟ بقوم جايب شويه مكرونه كده معاها ومنزلهم اهو. بحمرهم مع بعض مع مكعب مرقه خضار. ليه؟ لاني مش هحط ملح. وبحمر ده كله مع بعضه. طيب حبايبي، بعد ما حمرنا مرقه الخضار مع الشعريه والمكرونه زي ما انتم شايفين كده، بقوم جاي نازل بشويه الرز بتاعنا اهم. وبرده نقلب ده كله مع بعضه. انا مش هقعد اعمل كل حاجه لوحدها واسحم المطبخ عندي، ده كله بيتقلب مع بعض اهو زي ما انتم شايفين اهو. ومش هنحط ملح تاني. وعلى فكره الزيت اللي انا استخدمته هو نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، عشان كده في اول الحلقه قلت لكم الزيت كتير شويه عشان هو نفس الزيت. وبرده هنعمل منه الشطه، وبرده هنعمل منه الدقه بتاعه الكشري. طيب بعد ما نزلنا بالرز بنقوم جايين نازلين بالميه بتاعتنا اهو. وموطين عليه خالص. ننزل بشويه ميه تانيين. وبعد كده بنقوم جايين نازلين بشويه سباكيتي اهو. ونقسمه نصين كده. ونسيبه على نار هاديه يستوي. طيب حبايبي، دلوقتي احنا هنعمل الدقه بتاعه الكشري. جبنا طاسه على البوتاجاز، حطينا فيها شويه زيت من نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. بعد كده بنقوم نازلين بشويه توم مهروسين اهم. ممكن ننزل بيهم كلهم لان دي دقه يعني.
بتحب التوم الكتير، وبنديله تقليبه كده في الزيت اهو. عفوا اهو. وبننزل معاه بشويه كزبره عفوا صغيرين كده، مع شويه فلفل اسمر خفاف قوي اهو، ونقلب. بننزل بشويه كمون، زي ما قلت لكم الكمون توابل رئيسيه في في الكشري، ونقلب اهو. بعد ما بتدينا اللون الداكن ده بالظبط زي ما احنا شايفين كده، بنقوم نازلين بالخل. ما اقولكمش على الريحه بقى، ما اقولكمش على الريحه. شويه خل تاني برضو، نكتر الخل في الدقه اهو. انا ما بحبش انزل بميه على الدقه حبايبي، لا، هو خل. بعد كده بنقوم نازلين بنص ليمونه اهو، نص ليمونه. وبنديها تقليبه صغيره كده. ممكن ننزل بشعرايه ملح بسيطه لا تذكر، وبنديها غلوه على البوتاجاز، وبعد كده بنشيلها من على البوتاجاز. طيب حبايبي، وديت الدقه بتاعتنا بعد ما خلصت. نعمل الشطه بقى. طيب، برضه نفس الطاسه ونفس الزيت اللي احنا عملنا فيه البصل اهو. لو تلاحظوا ان احنا استخدمناه في الاكل كله اهو. وبنقوم جايين نازلين بمعلقه شطه اهي. احنا مش عايزينها تتحرق في الزيت، ماشي. وشويه صلصه طماطم عليها كده اهي. شويه ميه خفاف جدا. خلي بالكم انا يعني ما سبتش الشطه في الزيت خالص عشان الشطه ما تتحرقش، تمام كده اهو. وبصوا بقى، من الدقه اللي احنا عملناها هننزل حاجه بسيطه خالص على الشطه اهو، تمام. اقول لكمش بقى على الريحه، يعني انا ماسك نفسي بالعافيه عايز اعطس بصراحه. وهنقوم نازلين بشويه فلفل اسمر عشان تبقى ايه مشطشطه خالص بقى، تمام. ومعاها بشويه كمون. وكده تعتبر الشطه بتاعتنا خلصت. بنديها غلوه بسيطه على البوتاجاز وبنشيلها. طيب حبايبي، فاكرين البصل اللي احنا قليناه في اول الحلقه خالص اهو؟ بنجيب خشبايه كده اللي احنا بنشتغل عليها ونازلين بيه كده. هنعمل بيه ايه بقى؟ بسكينه كده، وهنحاول نهرسه على قد ما نقدر كده. نهرسه خالص على قد ما نقدر اهو اهو. طيب، شايفين انا هرستها ازاي؟ ده البصل اللي احنا حمرناه في اول الحلقه. بعمل ايه بقى؟ بقوم جاي الطماطم بتاعتنا اهي، ونازل بيه في قلب الطماطم. وهي دي التركايه بتاعت الطماطم اللي كنت عايز اقول لكم عليها. انا عايز الطماطم تبقى واخده طعم التقليه، وطعم التقليه يبقى في الكشري. ومقلبينه قلبه كده اهو في قلب الطماطم. اعملي الحركه ديت صدقيني، وبعديها ابقي شم الطماطم بتاعتك عامله ازاي،
وطعمها بيبقى عامل ازاي في طبق الكشري. بنقلبها كده وبعد كده بنسيبها تاخد غلوة على البوتاجاز بالتقلية كده زي ما عملناها، وهنرجع لكم تاني. ويعتبر كده الكشري بتاعنا خلص. ده الطبق اللي احنا حطينا فيه المكرونه والرز، وزي ما قلت لكم احنا عملناها كلها في حله واحده، مش هنعمل كذا حله عشان بنعمل كشري. وهنقوم نازلين بالطماطم بتاعتنا، ما اقول لكمش بصراحه ريحتها ازاي. وملحوظه عايز اقول لكم عليها في الطماطم، الطماطم لازم تبقى تقيله كده بتاعه الكشري، مش خفيفه، عشان ما نحطش معلقه واتنين ونبص نلاقي الطبق كله اتملى صلصه والمكرونه عمت فيه اهو. بننزل بكده، ادي الصلصه بتاعتنا. انا قلت اتعمد اعمل الطبق قدامكم عشان اوريكم برضو سمك الصلصه بتاعه الطماطم الصوص، وادي برضو الشوربه بتاعه الحمص مع العدس. ريحتها خطيره، وممكن والله يا جماعه برضو تتاكل برز بس. بنقوم نازلين عليها كده برضو بشويه حمص مع العدس. هتقولي طب انت ما عملتش اللي هي التقليه ليه؟ التقليه انا حطيتها في الطماطم صوص عشان تدي طعم التقليه. لو عايزين حسب الرغبه تعملوا تقليه تاني وتحطوه على الكشري من فوق، ديت حسب رغبتكم. وادي التقليه بتاعتنا بنقلبها كده تقليبه وننزل بيها على الطبق بتاعنا كده. وادي الشطه بتاعتنا اهي، ريحتها بصراحه يعني ما اقول لكمش. ننزل بشويه كده عليها ونقوم خلطين ده كله مع بعض. بسم الله. هو سخن مولع اهو. انا يعني نفسي تجربي الطريقه ديت في البيت وتقولي لي هل هو الطعم بتاع الكشري اللي كنت بتعمليه في البيت ولا لا، بنفس الصوصه بتاعت الحمص والعدس ديت مع بعضها. وندوق كده مع بعض. بسم الله. شوف كده. بسم الله. امم انا مش هقول لك حلو، بس جربي الطريقه ديت وقولي لي عليها. ولو الفيديو عجبكم دعمكم لينا واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.